غنبغي نكون معاك صريح في هذا الفيديو هادي، وغادي نبغي نقول لك باللي اغلبيه منا كيدوز انت بيريود صعاب في حياته، مشاكل، كتحس براك محبوس، الحياه ام تسعود، ما يمكنش انك دير شي حاجه، حتى شي واحد ما كيجاوبك، صحابك تخلاو عليك، مراتك ما بقاش تهضر معاك، طلقتي، عندك الاولاد خصك تصرف عليهم، والديك تيقولوا لك دير شي حاجه وانت اللي ما باغيش ديرها وباغي دير حاجه اخرى. يس، هادشي اتس ا جود تيست انك دوز منه. ولكن اللي خايب بزاف وانا كنلقى المعظم ديال الدراري ما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا مع هادشي. المعظم ديال الناس ما كيعرفوش كيفاش انفاكيو الحياه ديالهم، ما كيعرفوش انهم يدوزوا من القاف انهم يدوزوا لشي حاجه واعره، كيعرف انه يحيد كاع داك المشاكل الهموم تخربق ويرد انرجي جيتو باش انه يقدر فعلا انه يوصل لشي حاجه كبيره. انا غنهضر لك على هادشي بريل فاكتس اللي دوزتهم في حياتي حتى انا، نعس في الزنقه، درت دازافانمون اللي خدمت فيهم وضربت فيهم الجهد ديالي وما تخلصتش، خدمت مع ناس اللي في التالي كيقول لك سيدي علاش اخويا درتي لنا هادشي اللي ردنا فلوسنا وكيديو الخدمه في نفس الوقت، غوتوا عليا والديا قالوا لي سير تقرا. I got heartbroken في نفس الوقت، عندي خوتي مسؤول عليهم، I gotta represent a lot of stuff, no one wanna help، ما بقاوش عندي صحابي and a lot of bad shit happened to me, but I did stand for myself وقلت I will never let you down. I'm gonna explain to you how you can do it انتايا، غادي نشرح لك كيفاش ديرها، كيفاش انا درتها وكيفاش الحمد لله I got money at the bank, good health, good relationships, which a lot of people they ask for. بزاف ديال الناس كتبان لهم هاد الطريق معقده، ولكن ثق فيها it's way simpler than it is. ما كنقولش سهله، ما كنقولش صعيبه، ولكن كنقول it's a mind shifted problem. هي هو اللي عرفتي كيفاش انك تركز دماغك كيفاش انك تشيفتيه السولوشنز وتشيفتيه لانه يكون more brave, then you'll find it. So let's dive in. اول حاجه خايبه كانت طرات لي في حياتي is the day اللي قررت في انني نخرج من الدار وانني نعول على راسي وانني فعلا نهز راسي براسي. عند هاد الحاجه هاجي it was hard for me, it's not a simple decision. اول حاجه اللي درتها باش انني نقدر ندير هاد الحاجه I did own my shit. خديت كامل المسؤوليه على لا سيتوياسيون اللي انا فيها، على شنو اللي طرا باش انني في لا سيتوياسيون اللي انا فيها. ما بليميت حتى شي واحد، سواء امور خارجيه او وسط العائله وانا درتها بيدي، كناخذ المسؤوليه التامه عليها، واخا نكون ما مسؤولش عليها ولكن طرات ليا. هادشي كيخليني ناخذ مور كنترول، كيخليني نكون كنكونترولي اكثر، وخليني كنعرف اكثر انني ها الحوايج اللي خصني ندير والحوايج اللي ما خصنيش ندير. وهاد الشيفت ديال المايند سيت كتعطيك مور باور انك تكونترولي حياتك. I am owning my shit. Whatever the fuck happens, I will find out the solution because I'm the only fucking responsible of what is happening to me. الحاجة الثانية is I started identifying the root causes. وليت كنحاول انني ايدونتيفي ولا نعرف شنو هما الجذور ديال المشاكل ديالي، شنو هو اصل المشاكل ولا الحوايج اللي كطرا لي اللي انا ما باغيهمش يطراو لي. وهادشي كيخليني شنو ندير، انني اول حاجه المشاكل اللي كيطراو لي نعرف منين جايين، حيت الا ما عرفتوش ما نقدرش نداويهم. تقدر تمشي عند طبيب ومريض، ولكن الا ما عرف شنو هو المرض ديالك واش غادي يقدر يداويك؟ بطبيعه الحال لا. وهذه نفس الحاجه اللي بغيت اني نداوي بها المشاكل ديالي، وانني نعرف شنو عندي. بقيت كنسول راسي اسئله اللي هما بساط، شنو هما العلاقات اللي عندي في حياتي، شنو هي لا كارير اللي انا باغي نوصل ليها، شنو هما الحوايج اللي كندير كل نهار واللي كنحسبهم غلط وما خصنيش نبقى نديرهم، واش خصني ندير اكس ولا يكريك، واش خصني نتلاقى بهاد الناس، واش خصني نضيع وقتي بهاد الطريقه. بطبيعه الحال الحاجه الاولى اللي عاونتني بزاف هادشي اتس ذا كواشنين. وهاد القضيه هادي ميته في بزاف ديال الشباب ديالنا يوميا، كنلقاوهم انهم كيستقبلوا معلومات، كيدخل لتيك توك انستغرام كيبقى يسكرول ياخذ معلومات، يدخل لجوجل ياخذ معلومات، but he never do ask the fucking question of why and what and when and where. هادشي منين جاي، علاش، كيفاش، خص ضروري تسول هادشي. الا ما سولتيش it's for sure your life is gonna stay fucked. الحياه كتبقى ديما مدمره، الدمار وغادي تبقى بزاف عليها. donc you need to think about this. step الثالثه is وصلت واحد ليطا في حياتي where I see بلي I'm taking things not as a game but I'm taking things seriously but not as a game. So I'm taking things seriously as a war. If you took it as a game you'll enjoy it more. I do support guys باش الناس تكون عندهم واحد المايند سيت ديال انهم فري يكونوا كيبغيو يتحاربوا، ما كيستلموش، كيتقاتلوا، كيديروا داكشي اللي خصهم يديروا حيت خاصهم يديروه، ماشي حيت ناشطين وباغيين يديروا بحال البنات. And no offense to the girls but this is the man how خصو يكون بيلدي. your ancestors جدودك راه كانوا
كطايف وشي مطايفات واعرين، كاين كضرب وشي مضاربات واعرين. they were going to wars باش انك انت تزاد، باش انك تكون انت strong as fuck، باش تكون انت واعر not an average man. And for sure as I'm telling you now, you need to take things as a game. when you take things as a game you take it to another whole level. كتاخدها لواحد الليفل واعر بزاف which is gonna get you to an addiction ديال always you're thinking about how you're gonna make your life more fucking good. كيفاش غادي تاخد more power، كيفاش غادي تاخد more authority، how you're gonna make more money، how you're gonna have the best shape, how you're gonna get to this kind of relationships، كيفاش تدخل كتر ديال الفلوس and a lot of fucking great things. And whether هاد الجيم هادي كتكون صعيبة ولا سهلة you are the one اللي كتحدد شنو المدى الليفل الصعوبة اللي بغيتي تلعب فيها. So your game plan انت الوحيد المسؤول عليها. nobody's fucking responsible on it but you can make it fucking hard. تقدر تولي strong as fuck. you have the power, you have whatever the fuck you want in life, but all you gotta understand it's your fucking own responsibility. So الحاجة اللي من موراها نقدر نقول لكم مهمة بزاف. you need to build a habit that sticks. وهذا عامل مهم بزاف. انت يوميا ما عندكش habits، كتلقى عندك هابيتس اللي ماشي كيجروك القدام، ما كيرجعوك سنوات اللور، اللي كيرجعوك آلاف السنين اللور as a fucking animal. كتلقى واحد شاك جور كيبغي يدير الماستورباسيون. why the fuck you're doing this shit؟ كتلقى واحد كل نهار he's scrolling over TikTok. why the fuck you wanna do this shit؟ you know راه هادو هما الحوايج that are holding you fucking back، هاد ما غيخليوكش تزيد لقدام. you're trying today مثلا انك تريني but you're still doing the bad shit you're doing. you gotta stop that shit then start the new shit. هادو هما الحوايج اللي خصكم تفهموا. خصك تكون brave as fuck باش انك توصل للجولز ديالك. if you're not brave then what the fuck are you trying to do باش انك تشونجي حياتك؟ why not brave? why others are taking the shit اللي انت خاصك تكون كتاخدو every fucking day? why? because they are doing the work that you don't do. they are sacrificing the bad shit you are doing نتايا for the greater good. دونك هادشي هو اللي ما كديرش نتايا وكيديروا هما every fucking day to get where the fuck they want to get, and you have to do it. The next fifth step is خاصك تكاتي the toxic stuff. خاصك اخويا تحبس اي حاجه توكسيك في حياتك. صاحبتك، صاحبك، خوك، اي واحد you know if they are toxic قولها لهم نيشان. قولوا خويا انت توكسيك، I don't want to discuss this shit with you, I don't want to spend time with you. باغي نمشي نسباندي وقت لراسي، وانا باغي ندير الحوايج لراسي، باغي ندير هادشي لراسي and ما تضيعش ليا وقتي. I need more energy. حيتاش الانرجي نيجاتيف ليفي ديالها it's 100 times more than الانرجي بوزيتيف. فور اكزامبل انت نايض الصباح غادي ناشط الصباح هو هذاك and كتبسم الناس كاملين في وجههم. يو ثينك ليفي ديال ديك الابتسامه غادي تكون احسن؟ يو ثينك غتكون عندها افل، ولكن ما غاديش يكون ليفي ديالها اكثر من نيجاتيفيتي. علاش؟ فرضا انت يا ناشط غادي النهار كامل وانت ناشط، جيتي تلاقيتي مع واحد السيد قال لك شي كلمه ما عجباتك، اوف كورس يو غانا جو ساد ياك. ولكن فاش كتكون ما ناشطش والناس كيحاولوا ينشطوك اوف كورس ما كتنشطش. علاش؟ حيت ليفي ديال نيجاتيفيتي اتس فاكين واي سترونجر ذان بوزيتيفيتي. عند حياتك ما خصهاش بالرجوله تكون قريبه ليها ولو 0.00001% ديال نيجاتيفيتي because it's gonna affect you and hold you back باش انك دير داكشي اللي خصك دير ولا انك توصل داكشي اللي بغيتي توصل ويكون عندك احلام وطموحات ولا the fuck it is. اوكي الحاجه الاخرى اللي غادي نقول لك هي انك لونطوراج ديالك خصو يكون with winners. ما تمشيش مع الناس تقريبا اللي تحت منك. اوكي ما تمشيش مع الناس اللي من تحت منك اللي they gonna get you down. go with people who are better than you. I have friends, agencies that are making way much more than me and I'm trying to get to their level. This is my friend هو داك السيد اللي غيبغي لي الخير، وداك السيد اللي غيبغيني نولي حسن، وداك السيد اللي غيبغيني انا نزيد لقدام and he will never hold me back. The winner circle غادي يخليك ديما انك كتفكر بوزيتيف، كتزيد لقدام learn new stuff and they gonna drag you انت لعندهم. وخصك تفهم باللي انه في الانفيرونمون ديالك خصك تطبق واحد القانون كيتسمى 70-20-10. القانون ديال 70-20-10 فيما كتدخل شي روم كتكون نتايا يا من 70% يا في 20% يا في 10%. 70% هما الناس اللي تحت هما التحتانيين كاع، 20% هما المتوسطين ولا اللي قراب الاولين، وال10% هما الواعرين. فيما تكون في شي روم ولا يكون عندك فريندز اللي نتايا كتبان انت في 10% ولا انت ذا بيست تماك، change the room. Go look for people better than you. You have to embrace هاد النوع ديال الهابيتس يكون فيك باش بحال انك كتزيد لقدام. For me هاد الحوايج اللي درتيهم literally your life will change. My life did.
my life fucking did. when I started في الاول خديت full responsibility على كاع decisions اللي درت, which leads بانني ما عيطتش لوالديا 3 شهور و 4 شهور, ما قلتلهمش راني كاباس في زنقه. I told them like I'm in a good space, خليتهم like they're thinking I'm a safe space, working day and night, trying to do whatever the fuck I want to do باش بحال راني نوصل لداكشي. I suffered but I took the fucking responsibility اللي خلاني انني نزيد لقدام. I was every day كنشوف شنو هما الحوايج اللي كيهولديوني باك, يخلوني اللور, اللي ما كيخلونيش نزيد لقدام, and cut this shit off, كنحيدو من حياتي. if واحد الدري كيعيط لي كيقول لي غير يلاه نديرو شي حاجه نخسروا فيها فلوس نضيعوا فيها الوقت, man I'm not fucking available for this shit. I'm busy. For example, there is ساطات غير يعيطوا لي يصيفطوا لي ميساج باش يضيعوا عليه وقت, I will not fucking reply. I block them. That's it man, my life is so fucking important than anybody else. صيبت واحد الجيم بلاين ديالي, قلت هذا هو لو جو اللي غادي نلعب في حياتي for 5 fucking years باش انني ندير الفلوس, باش نولي more strong, باش يكون عندي good relationships, باش يكون عندي position في life مزيان, باش نكون intellectually good. درت داك البلان and working on it and fucking did what I'm supposed to do. and الحمد لله in a situation اللي بزاف ديال الناس they want me فيها, وبزاف ديال الناس they hate me on it, and I'm still going for many things which now إلا قارنت راسي the situation I were in, I unfucked my life. في السيركل ديالي now there is no toxic people, there is no one who is toxic, and if it is I cut them off. I do not reply or I block them. Then this is my life, this is how I operate. And the most of my circles are people who are winners, people who are doing better than me. There is people who are doing the same or lower, but most of my friends, most of them are people better than me. So do this for your life and you'll grow, you'll make more money, you'll have more relationships, more better relationships, you'll have more stamina باش انك تخدم, you'll have more things that nobody got. Of course you'll win. And the only things I'm gonna be finishing this video with is 2 questions. Do you really want to change your life? And do you think your life is unfucked ولا لا?